ثلاث حاجات تخلي عقود الفيدك من اصعب العقود اللي ممكن تدار. مده التنفيذ الطويله، احنا بنتكلم عن مشروع ممكن يستمر 10 او حتى 15 سنه. تخيل بقى حجم التغييرات اللي ممكن تحصل خلال المده دي، اسعار، ظروف سوق، او حتى تحديات في تنفيذ المشروع نفسه. تاني حاجة، ضروري كل المراسلات بين الأطراف تكون موثقة وبشكل رسمي، وده بيخلي إدارة العقد عملية مستمرة مش مجرد توقيع وتنفيذ. كمان تعدد الأطراف في العلاقة التعاقدية، ده مش مجرد عقد عادي مكون من طرفين وخلاص، ده صاحب المشروع والمقاول اللي بينفذ وبينهم مهندس في النص، والمقاول الأساسي بيكون تحته عشرات بل مئات من سب كونتراكتورز. احنا بنتكلم حرفيا عن مشاريع كان فيها أكتر من 800 مقاول من الباطن، وكل واحد بعقد وشروط والتزامات مختلفة. أخيرا تداخل الجوانب الفنية والقانونية، أصل الفيدك ده مش بس عقود قانونية بتركز على الإجراءات والالتزامات لتقليل النزاع قبل ما يحصل، ده تنظيم للتعاقد من كذا ناحية، سواء بقى قانون، هندسة، أو حتى بزنس. ما هو رب العمل ده في النهاية عامل مشروع مستني يتربح منه، وعشان كده عقود الفيدك لو اتدارت غلط تكلفة الخلاف ممكن تكون أكبر من تكلفة المشروع كله. وبس كده، أنا حسام حويل وده ليجل كاست.